مرحبا. رح نعمل اليوم فول بحمض سهل كتير. رح نبلش بعلبة فول جاهزة من السوق، تقريبا حجمها 500 جرام، نص كيلو. هلا المرحلة الأولى رح نحط الفول اللي بالعلبة، نحطه على نار متوسطة. هلا بعد ما حطينا الفول على نار متوسطة، أول ما تبلش تغلي المي بعدين بنحط فوقه الخلطة، بنحركه كمان، بنقلبه تقليبتين على النار وبنطفي تحته، بيكون جاهز للتقديم مثل ما رح نشوف هلا. بالنسبة للبهارات حنستخدم نص معلقة صغيرة فلفل حار، حنستخدم ربع معلقة صغيرة فلفل أسود، حنستخدم معلقة صغيرة كمون، وحنضيف معها معلقة ثوم مهروس وعصير ليمون. رح نضيف عليهم الثوم مثل شايفين، حنضيف عصير ليمون عليهم 3 معالق 4 معالق كبار حسب الرغبة طبعا. في ناس بتحبه حامض كتير يكون، في ناس وسط. أول ما بلش يغلي الفول رح نحط الخلطة ورح نحركها مع الفول، نعيفه يقلب تقليبتين على النار مع الخلطة، وبعدين ننزله ونحطه بصحن التقديم. وهي صحن الفول جاهز للتقديم مثل ما انكم شايفين. بنحط له زيت زيتون طبعا شيء اساسي، رشة كمون، مع بتزينوا على ذوقكم طبعا، بندور على نعناع بيريحكم، والف صحة وهنا.